يومكم جميل ولا جميل؟ أنا صحيت شفت الفيديو ده، فتعالوا نشوف ونرد على الأستاذ الفاضل. يفهمه القاسي والداني الرضيع والكهل. طيب وين المشكله اذا قدمتها باللغه العربيه؟ الا اذا كان مثلا في صعوبه عند الاشقاء المصريين وكل من الممثلين المصريين الذين يجيدون اللغه الفصحى عندما يلفظون الجيم جيم، منهم عبد الله غيث الله يرحمه، منهم نور الشريف الله يرحمه. اما معظم الممثلين الذين كنا نشاهدهم في الاعمال، وماذا كيف تتفعل في هذا الوضع؟ يا اخي لا يستقيم، يا اخي والله لا يستقيم. ما لا يستقيم يا سيدي الفاضل أن يكون الإنسان فنانا قديرا ثم يتحدث في اللغة دون دراية. من قال إن المصريين لا يجيدون العربية الفصحى بسبب نطق الجيم في لهجتهم. الجيم المصرية جزء أصيل من لهجتنا المحلية، ولا تنتقص من قدرتنا على إتقان الفصحى، بل إن الدراسات اللغوية تؤكد أن الجيم المصرية أقرب إلى الجيم القرشية التي وردت بها العربية قديما. ثم أن اختلاف نطق الجيم لا يقتصر على مصر وحدها. في الخليج تنطق أحيانا ياء فيقال وايد، معناه واجد أي كثير، وفي اليمن أيضا تنطق بطرق مختلفة. هذا كله لا ينقص شيئا من إجادة أهل هذه المناطق للعربية الفصحى. وأذكرك وأنت تتحدث عن فنانين مصريين، أعظم من غنى بالفصحى كانت أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، وخيرة قراء القرآن الكريم والذين وصل صوتهم إلى العالم الإسلامي كله كانوا مصريين، مثل الشيخ الحصري والشيخ المنشاوي والشيخ عبد الباسط عبد الصمد وغيرهم. كنت أتمنى أن تطلع قليلا قبل هذا التصريح لتدرك أن الجيم المصرية واليمنية أيضا فصيحة مثلها مثل الجيم القرشية أو الجيم القرشية. يومك جميل.